تمام يا كابتن. اكتر لاعب مشاكس في الملعب قابلته وانت بتحكم؟ احمد عيد عبد الملك طبعا. احمد عيد حبيبي. عبد الملك. فاكر موقف ليه طيب كده معاك في لا تحكيم؟ هقول لك على موقف ظريف يعني. كنت بحكم الاهلي والزمالك في 2014 وانا هو في كنت الزمالك. كان السوبر المصري وهو كان بيلعب في الزمالك، فانا كنت حريص ان انا اكون قريب منه لان انا عارف احمد يعني، بالرغم ان انا يمكن اشهرت ليه الكارت الاحمر كتير جدا، لكن انا بحبه على المستوى الشخصي، ولاعيب كويس ولاعيب كبير نفذت ملعب بس وبيبقى حاسس ومدرب انه حاليا يفوز. مدرب كبير. فكنت كل لعبه معاه، فالحمد لله الماتش خلص ما فيهوش اي حاجه خالص. فبعدها باسبوعين كنت بحكم الزمالك والاتحاد في استاد اسكندريه. ففي الدقيقه 30 الجون واقع كده كان بيتعالج، فهو واقف، هو ليه بصه ظريفه كده وبتاع، فلقيته بيقول لي يا كابتن فاروق انا كان ليا فاول في اول دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك. فبصيت لقيت لعيبه الزمالك كلهم اللي بيضحكوا يعني، انا احنا خلاص الماتش خلص. خلاص انت بس فاكر هو كوره في اول عايز دقيقه في ياخد ماتش، انذار. في اول ماتش، في ماتش الاهلي والزمالك، مش في اه الماتش اللي هو ما بيلعبه انا يعني. عارف، بقولك عايز اخد اه انذار على الماتش اه دي. كابتن، لاعب بقى ما حسيتش بيه وانت بتحكم بقى؟ ما هو كان نجم، بس نجوميته دي ما اثرتش عليه في الملعب، كان ملتزم سلوكيا واخلاقيا وما بتحسش بيه في الملعب ابو رغم تريكه، نجوميته. ابو تريكه ابو طبعا تريكه. طبعا طبعا. فكرة كابتن شهيرة كده، كابتن قالوا ان هو وقع ومثل وبتاع، وكانت مع حضرتك في ماتش كانت كان في حرس الحدود تقريبا. زمان قبل ما اخش القائمه الدوليه، اللعبه في الملعب كانت واضحه جدا ان هي ركله جزاء، بدليل ان مفيش حد اعترض عليها خالص. لكن لما شفتها في بعض المباراه في التلفزيون، لا الكوره كانت بره منطقه الجزاء بره منطقه الجزاء وانت حسبتها ضربه جزاء. وحسبتها، لكن انا شفتها عشان كده شفتها بقول ضربه دايما جزاء. عمري ما ندمت على قرار في حياتي. لان انت بتحكم اللي اللي بتشوف. بشوفه على طول، سواء هنا او هنا اللي بشوفه على طول، عشان كده عمري ما ندمت على قرار خالص في حياتي. افضل محلل اداء للتحكيم على القنوات الفضائيه حاليا؟ لا في كتير، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه يعني. انت كابتن 3 قنوات وعليهم 3 لا كلهم محترفين. مميزين يعني، سمير عثمان مميز، سيبنا عثمان. كابتن احمد الشناوي، ياسر عبد الرؤوف مميز، جهاد برضو كويس، يعني كل المجموعه اللي هي بتحلل بصراحه يعني مميزين جدا. وجهه نظر كابتن محمد فاروق، السدات التحليليه لاداء التحكيم، اداره التحكيم ولا فاتوا؟ حاليا يعني مش هقول يمكن الجانب السلبي اكتر منه ايجابي، بالرغم ان هم بيحللوا، لكن دايما الحكام كتير جدا ساعات بتفكر في القنوات الفضائيه تقول ايه، لكن اللي انا شايفه ان هي اضرت ما نفعتش الحكام. افضل محلل اداء تحكيم على القنوات الفضائيه حاليا يا كابتن محمد؟ انا لسه قايل لك، آه. قايل لك كلهم الاربعه موجودين مميزين جدا يعني، سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي، ياسر عبد الرؤوف، جهاد جريشه الموجودين حاليا، كابتن ناصر عباس برضو لكن بتقول وجودهم ضر اكتر ما نفع. مش هقول لك على حاجه، لا الحكام للاسف الشديد ساعات بتشغل بالها بالفقرات التحليليه للحكام، فده ممكن يكون بيسبب لهم اثر سلبي في داخل الملعب. عشان كده دايما بقول لهم يعني انت ما تشغلش بالك بحاجه تطلع قناه تقول عليك صح غلط، انت في الاخر محتاج رضا ربنا عليك. كابتن محمد فاروق، شايف من الظلم ان حكم ياخد القرار في ثانيه، وحكم سابق قاعد في استوديو تحليلي في التكييف يحلل